السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل حلو معانا بسيط وسهل وحاجة لو موجودة عندك في البيت هتبقى سهلة. خلاص اشترينا كنافة وقطايف وجلاش كتير. انا عندي حبة رقاق مكسرين، فهنعمل بيهم صينية حاجة حلوة. طبعا كل سنة وانتم طيبين. احنا لسه بنصوم 6 من شوال وناس كتير لسه صايماها، فمحتاجين نعمل حاجة حلوة. في ناس بتحب تحلي يعني بعد الفطار. هنجيب صينية هندهنها بالزبدة أو سمنة الموجودة عندك. وبعدين هنجيب لبن، كوباية لبن كده، ونحليها بالسكر. السكر حسب رغبتك، بتحبي الحاجة مسكرة قوي ولا بتحبيها يعني متوسطة. هنعمله كأننا بنعمل الرقاق اللي هو لما بنقعد نبله كده بالشوربة، يعني زي الرقاق الحادق. طبعا هو الحتت مكسرة عندي كتير، حبة رقاق مكسرة، فقلنا نستفاد بيهم ونعملهم صينية حلو. وهتعجبكم، طعمها حلو قوي على فكرة، وسهلة وبسيطة، ما خدتش يعني 10 دقايق. عملتهم كده ورصيتهم. وبعدين هنحط طبقة، بعد ما نحط الرقاق هنحط عليه زبدة او سمنة. كل طبقة نحط عليها زبدة او سمنة الموجودة عندك. وبعدين هنحط الحشو اللي انت عايزاه. انا عندي اللي هو زبيب وجوز الهند وسوداني، حطيتهم في النص كده. وبعدين هكمل برضو ارص حتة الرقاق اللي عندي المكسرة. طعمه هيعجبكم حبايبي. وما تنسوش صلاة على الحبيب، ما تنسوش حبايبي تعليقاتكم الجميلة، اللايك والشير. هنكمل حبايبي زي ما شايفين كده. بصي اما تستوي هتلاقي كل ده كأنها حاجة سليمة مع بعضها، يعني مش هتفرق معاكي. بص طعمها حلو، واستفدنا بحبة الرقاق بدل ما يترموا حرام، وعملنا صينية حلو منهم بحاجة بسيطة وسهلة. خلاص كده. عندي طبعا القشطة اللي بشيلها من اللبن دايما، هحطها. احط برضو دهنة سمنة او زبدة. وهدهن كمان القشطة اللي انا دايما بشيلها من اللبن في الفريزر. هندهن الدهنة ونحطها على الوش، هتديله لون حلو. مش بياخد وقت على فكرة، يعني انت ممكن لو عايزة تشغلي عليه الفرن 5 دقايق وتشغلي الشواية وتاخدي بالك عشان ما يتلسعش، عشان القشطة اللي بتتحط على الوش. وخلاص كده بندهنهم وبندخلهم الفرن. بعد ما يطلع من الفرن حبيبتي ممكن تغطيه. ممكن حبة اللبن اللي فاضل دي تحطيهم على وشه، برضو هتديهم طريان وطعم حلو. شايفين بس هو سخن اهو، وطعمه روعة روعة وشكله حلو. وعايزة تحطي حبة اللبن اللي فاضل دي على وشه برضو وتغطيه شوية، هتلاقيه طري قوي قوي. والف هنا يا رب على قلبكم. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، وصفة سريعة وسهلة. وكل سنة وانتم طيبين ودايما بألف خير، وشكرا والسلام عليكم.